الوصفات دي مضمونة لتكبير الصدر، ونتيجتها تكاد تكون أكيدة. محدش جربها إلا وفعلا شكر فيها. واللي مش مصدقني ابحثوا في كل المواقع، هتلاقوا الكلام اللي أنا بقوله ده صحيح. بس الأول عايزة أنوه عن حاجة، وهي إنك لازم تكوني راضية عن شكل جسمك أيا كان. ما تكونيش بتغيري ده عشان حد قالك كلمة كده ولا كده. لأ، انت بتعملي كده لتحسين نظرتك لنفسك بس مش أكتر، وانت حلوة في كل شكل. دلوقتي زي ما شفتوا كده جبت نقطتين مية ورد، حطيت عليهم تلج ومية. زي ما انتوا شايفين عصير جميل تشربيه كده زي الديتوكس طول الصيف. تقدري تشربيه في أي وقت طول اليوم، ولو حابة تسكريه بعسل أو سكر مفيش مشاكل، ونتيجته أكيدة. بس تشربي منه على طول كأنه مية ليها طعم يعني. تاني عصير هنعمله، وهو العصير اللي انا هقوله لكم هو ملوش اسم، بس كل المكونات اللي فيه فعلا بتكبر الصدر. زي ايه؟ زي البطاطا الحمراء، جبت بطاطايه قطعتها شرايح، واتنين ثمرة بنجر صغيرة زي ما انتوا شفتوا كده، كنت مقطعاها بحجم صغير. غليتهم لغاية ما بقى ده منظرهم، اتسلقوا كويس وبقى معاهم شوية مية، تقريبا نص كوباية من مركز البطاطا مع البنجر. هجيب برتقانة كبيرة الحجم، لو ما عندكيش برتقان كبير وعندك الصغير استخدمي برتقان 2 ثمرة برتقان صغير وقطعيها بالمنظر ده. البرتقان هنا لتحسين الطعم، عشان في ناس تقولك ايه بطاطا وبنجر، لا، البرتقان هنا لتحسين الطعم لكن ملوش دعوة بتكبير الصدر. لكن الأكيد ان البطاطا البرية والشمندر او البنجر من الحاجات اللي بتكبر الصدر، واللي هيشكك في المعلومة يبحث بنفسه هيلاقي اللي انا بقوله ده كلام صحيح واكيد. قطعت البرتقان، واول حاجه تحطيها في الخلاط هي البرتقان علشان الخلاط يشتغل بسرعه كده والدنيا تبقى تمام. وحطيت مركز البطاطا والبنجر مع البرتقان، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقتين كبار من عسل النحل. دلوقتي بقى حطيت نص كوبايه من الميه، وهضرب الخلاط لغايه ما يعني يتخلطوا تماما معايا. شايفين اصلا اللون عامل ازاي؟ رهيب. هصفي بقى الكلام ده كله من الالياف بتاعه البرتقان، لو في حته بنجر ما اتضربتش، البطاطا، الكلام ده كله لغايه ما يبقى معايا عصير ناعم تماما. تقدري تحطيه في دورق في التلاجة، كل شويه تشربي منه مع مكعبات التلج، بيبقى طعمه جميل وريفريش، وفي نفس الوقت صدقوني نتيجته اكيده. شايفين؟ لو انت عامله دايت تقدري تستخدمي بدل العسل سكر دايت. عايزه اقول لكم كمان حلو جدا لعلاج الانيميا. تالت عصير معانا هو مش عصير قوي، هو زي ايه، ميلك شيك كده بس بطريقه مختلفه. زي ما انتوا شايفين حطيت كوبايه من الحليب، عليها معلقه كبيره من عسل النحل، ومعلقتين من الحلبه، ومعلقه كبيره من الطحينه. ما عندكيش طحينه حطي طحينيه اللي هي الحلاوه، ما عندكيش الطحينيه او اللي هي الحلاوه حطي سمسم. هندوب الكلام ده كله مع بعضه. بالنسبة للسمسم أو الطحينة أو الطحينية، كل دي حاجات كمصدر لزيت السمسم، وده مع يعني أكيد في الموضوع بتاع تكبير الصدر. حتى المرضعات بياخدوه، الحلاوة الطحينية والكلام ده مع الحلبة، علشان يدروا اللبن ويبقى يعني في مصدر غذائي أكبر للطفل. هنصفي الكلام ده كله بعد ما الحليب يغلي. طبعا ما تسيبيش الحليب وتمشي، تقلبيه زي ما انا كنت بقلبه معاكي كده. واعصري الحلبة، شايفه الحلبة؟ اعصريها عصر. لو تاخدوا بالكم انا حطيت مكعبات تلج لان احنا في الصيف ومش كل الناس ممكن تحب تشرب المشروب ده ساقع، لكن الحلاوه فيه ان انت تقدري تشربيه كمان سخن في الشتاء، على عكس الاتنين التانيين. جربوا الوصفات دي، الوصفات دي بجد مجربة ونتيجتها أكيدة. إن شاء الله تنول إعجابكم أحسن من الكورتيزون والحاجات الصناعية التانية. ما تنسوش لايك وشير علشان غيركم يستفيد.